في يوم 3 سبتمبر سنة 1891 نشرت صحيفة المؤيد المصرية خبر في منتهى الجمال عن سعد زغلول. بيقول الخبر إن سعد زغلول اللي وصفوه في الخبر بصديقنا المفضل إنه حاليا موجود في أوروبا وبيتنقل من دولة للتانية، وإنه خلال رحلته قابل جناب البرنس دي بيسمارك في مدينة كاسنجن. في الأغلب الكلام هنا عن أوتو فون بيسمارك المستشار الحديدي لألمانيا، وبقول في الأغلب لأنه اسمه أوتو فون بيسمارك مش دي بيسمارك، لكن بيسمارك فعلا كان بيطلق عليه البرنس. وكمان مدينة كاسنجن الألمانية المذكورة كان بيسمارك بيزورها في خلال الفترة دي للعلاج، علشان كده أنا متأكد إن الكلام عن بيسمارك اللي إحنا نعرفه. المهم بيكمل الخبر بإن بيسمارك سأل سعد زغلول عن طريق مترجم عن أحوال الشرق الحالية، وإن الحديث بين الاتنين قعد فترة طويلة، ومن خلال النقاش عرف بيسمارك فضل سعد زغلول وتأكد من علو أفكاره وصواب رأيه. وكمان أعجب بيسمارك بسعد زغلول، وأبدى بيسمارك ارتياحه من إنه سمع رأي شخص شرقي اتربى في مهد بلاده على الذكاء واستقلال الضمير. وقبل ما سعد زغلول يسيب بيسمارك اداله صورة ليه وكتب عليها بخط ايده اهداء علشان تفكر سعد زغلول بالزيارة دي، وبعد كده طلب من سعد زغلول دفتر السياحة الخاص بيه وكتب فيه اسمه. هنا بيقول الخبر ان الصحيفة مش بتنشر الخبر ده لإعلاء قدر حضرة وطنينا المفضل اللي هو سعد زغلول، ولا إعلان لفضله بما إنه من الناس اللي حازوا بجهدهم واجتهادهم على سمعة عظيمة وامتياز بفضيلة الأفكار العالية، ولكن بتذكر الصحيفة الخبر ده علشان ده اعتراف بأن الغربيين وحدهم عندهم ميزة اعتبار الرجال بمقادير ما لهم من مزايا معنوية والحيثيات الفاضلة، وإن ده سبب إن سعد زغلول نال الكرامة دي من راجل كان بيملك سياسة العالم كلها لسنين طويلة. وبيختم الخبر بأن سعد زغلول حصل ليه الكلام ده وهو عند بيسمارك، بالرغم إن هو راجل شرقي محض، وهنا المقصود إن هو ملوش أصول غير شرقية، إلا إن الصفة دي نزلت من قدر سعد زغلول عند كتير من الناس في مصر، بل كمان كانت حجة من أولي الأمر لما اتعرض اسم سعد زغلول وزملاء ليه من المحامين اللي نبغوا من الأزهر علشان يتم تعيينهم في محكمة الاستئناف والمحاكم الأهلية. وكأن الحجة دي إن هو راجل شرقي بس وملوش أصول أخرى حجة بالغة أو قوية.